السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناتكم كورة بالعربي. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. والآن مع تفاصيل النشرة. مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم أونانا. توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع الحارس الكاميروني أندري أونانا من أجل الحصول على توقيعه من نادي إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات أن اليونايتد نجح في ختم المفاوضات مع وكلاء أونانا بنجاح، وتم الاتفاق على البنود الشخصية في عقد اللاعب فيما يتعلق بمدة العقد والراتب السنوي. ويتبقى أمام اليونايتد الوصول إلى اتفاق مع إدارة إنتر ميلان على قيمة بطاقة اللاعب، علماً بأن صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أفادت بأن الشياطين الحمر قدموا عرضاً محسناً بقيمة 50 مليون يورو لحسم الصفقة. ويبدو أن المبلغ المعروض لن يكون كافياً لإدارة الإنتر من أجل التنازل عن بطاقة الحارس الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، والذي تعاقد معه النادي بالمجان في الصيف الماضي قادماً من أياكس أمستردام الهولندي. ويأمل المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لليونايتد في الوصول بالصفقة لطريق النور لكي يتمكن من العمل مع الحارس الذي يعرفه جيداً منذ أن كان مدربه في الفريق الهولندي. تسريبات تكشف عن السبب الحقيقي لفشل صفقة حكيم زياش مع النصر. أعلن الإعلامي الرياضي السعودي فلاح القحطاني عن تفاصيل جديدة حول فشل صفقة انتقال اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش إلى نادي النصر السعودي لكرة القدم، وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين النادي السعودي وتشيلسي الإنجليزي. وأوضح القحطاني في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن النصر طلب من زياش إجراء الفحوصات الطبية في مدريد بحضور طبيب النادي، لكن اللاعب رفض السفر وأصر على الخضوع للفحوصات في المغرب، مما أدى إلى انسحاب النصر من الصفقة. وقد رد زياش على الأخبار التي راجت حول فشله في اجتياز الفحوصات الطبية بشكل ساخر عبر حسابه في إنستغرام بنشر صورة له يخوض فيها حصة تدريبية ويسأل: مشكل في الركبة، صحيح؟ الكشف عن تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد. كشف تقرير إعلامي إسباني عن تفاصيل عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي في حال انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد. ووفقاً للمعلومات الواردة من إذاعة كادينا سيرا الإسبانية، فإن عقد مبابي مع النادي الملكي جاهز بالفعل في انتظار انضمام اللاعب. وأضاف المصدر أن مبابي سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع ريال مدريد براتب 50 مليون يورو سنوياً، وبشرط جزائي قدره مليار يورو. وأتم المصدر أنه في حال انضمام النجم الفرنسي إلى النادي الملكي في الصيف المقبل مجاناً، فإنه سيحصل على مكافأة توقيع ضخمة. رسمياً، ريال مدريد يتعاقد مع أردا جولر. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع جوهرة فريق فنربخشة التركي أردا جولر بعقد بيع دائم مدته 6 سنوات ليبقى في مدريد حتى يونيو 2029، وينضم جولر لكتيبة اللوس بلانكوس على الفور وليس في صيف 2024 ليصبح اللاعب التركي الشاب المولود في عام 2005 آخر الإضافات في تشكيلة الميرينجي من أجل المستقبل. وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي أن جولر أصبح لاعباً في صفوف الفريق بشكل رسمي بعدما تم الاتفاق بين إدارة النادي ونظيرتها في تركيا على كافة التفاصيل المالية. وأفاد بيان الريال بأن النادي الملكي سيقدم لاعبه الجديد لوسائل الإعلام في إسبانيا ظهر غد الجمعة، وبالتحديد في تمام 1 بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتحدث اللاعب لأول مرة كلاعب في صفوف الميرينجي. ويطير اللاعب في الساعات الحالية من مطار إسطنبول إلى العاصمة الإسبانية من أجل الخضوع للفحوصات الطبية التقليدية اليوم في سانتياغو برنابيو. ونجح الريال بذلك في خطف جولر الملقب بميسي تركيا من أنياب الغريم التقليدي برشلونة بدخوله القوي في السباق في اليومين الماضيين من خلال عرض مالي تخطى قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي التركي.